استعير عبارة الرئيس مبارك: كرامة الجزائريين من كرامة الجزائر، وأي تطاول على كرامة الجزائر ندكدك خيشوم الذي يتطاول على كرامة الجزائر، ولعن الله كل رجل يتطاول على كرامة الجزائر، ومن يهن الجزائر نهينه. مين اللي هان؟ أنا أدافع عن الجزائر يا وأنت ما تدافع عن حد قال لك لماذا أنت تحب مصر وأنا لا أحب الجزائر؟ لا أحبها لماذا يا سيدي؟ لماذا أنت أنا ما قلتش لا؟ تحب الأوطان في قلوبكم؟ أنا برد على كلمتينك أنت اللي أنت قلتهم. أنت بقول لك دي محاضرة مش محاضرة هنا، إحنا بنتكلم. أنت خدتني شمال. لا بعد آسف جدا، أنت خلي بالك كلامك ده غير مبرر لأني مش وقته ولا سياقه، لكن أنت لما لقيت نفسك ضعفت في حته عاوز تاخدها في حته. لو سمحت انت خلينا كمل. لماذا كلام رئيسك مبرر وكلامي غير مبرر؟ انا برد على كلامك اللي انت قلت الرئيس مبارك في مجلس الشعب قال كذا، فانا الحته دي اللي انت قلتها انا برد عليها. انت مش عاجبك الرد لان الرد كان رد مظبوط، رحت واخدني في حته ثانيه. يعني بيني وبينك انا على امتداد 30 سنه انت مش عادل. على امتداد 30 سنه يا دكتور. على امتداد 30 سنه اعارض القياده السياسيه في الجزائر، لكن والله في احداث مصر كانت القياده السياسيه اشرف من القياده المصريه. انت كلمتك انت راجل قليل الادب. والله العظيم انت راجل قليل الادب. كانت اشرف. اقسم بالله انت راجل قليل الادب. لو ما كنتش قاعد كده كنت قمت اتخانقت معاك. يا راجل اجري. انت لا رحت الجزائر ولا رحت اي حته. انت من مجموعه العملاء، مجموعه اللي قاعده هناك في لبنان بتدافع عن شعب الجزائر عشان تلاقي لك هناك مهنه. انت راجل لا تعرف الاصول ولا تعرف اللغه ولا تعرف اي حاجه. عار ان انا اقعد مع واحد زيك. تفضل اخرج. عار ان انا اقعد مع واحد زيك. من فضلك. عار ان انا اقعد مع واحد زيك. انت راجل مرتزق، راجل مرتزق قاعد في لبنان بتقبض ما تعرفش حاجه عن شعب الجزائر. بقول لك شعب الجزائر راجل شعب جميل سافرنا. انت راجل مالكش اي علاقه بالشعب الجزائري وده كويس. خد عمولتك. اخد عمولتي من مين؟ انت اللي روح اتطردت من فلسطين واتطردت من حاجات كتيره. شوف لك منصب هناك في الجزائر. المناصب شعب الجزائر اشرف منك. يجب جايب العلم عشان تقول للناس انك عايز منصب. يجب تتكلم زي ما انت عايز. تحترموه. بنحترمه بغصب عنك. شعب الجزائر انت مش منه. احنا بنحترم شعب الجزائر قبل غيرها. ابن راجل انت ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه. استاذ من فضلك. شكرا لك يا استاذ. كنت معنا كمال عامر من مصر نائب رئيس تحرير روزا اليوسف. شكرا لك دكتور يحيى زكريا كنت معنا من الجزائر. شكرا لكم لكم ايضا مشاهدي الكرام، ومعذره عن هذه النهاية. نتمنى أن لا تكون نهاية العلاقة بين الاتحادين الجزائري والمصري بهذه الكيفية مهما كان. موضوع الحلقة المقبلة من برنامج بكل روح رياضية سيكون العنف والشغب في الملاعب العربية. هل هو عنف كروي رياضي بحت أم هو عنف في مجتمعاتنا وهو تنفيس لشبابنا عن مشاكل يعانوها؟ شكرا لكم وإلى اللقاء.